عمرك جربت تعملي بيتزا من غير عجن ولا تعب؟ النهارده معانا البيتزا السايله، اسهل واسرع بيتزا ممكن تعمليها في البيت بمكونات بسيطه وخطوات سهله جدا، وهتطلع معاكي طريه وهشه جدا وسايحه وطعمها يجنن. خليكي معايا للنهايه علشان تعرفي الطريقه بكل اسرارها. نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، وعلى بركه الله نبدا الفيديو بتاعنا. انا هعمل في صينيه مقاس 40. المقادير بتاعتي هتبقى 3 كوبايات دقيق بالكوباية المعيارية دي او اي مج موجود في البيت. هبدأ كده انزلهم. انا نزلت كده كوبايتين وبدأت انخلهم، وبعد كده هنزل الكوباية التالتة. المقدار ده بيبقى كويس جدا ومناسب للصينية اللي انا هعمل فيها. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك. خلاص كده خلصت النخلة بتاعتها، ومعايا هنا معلقة كبيرة كده بيكنج باودر، معلقة خميرة ومعلقة كبيرة سكر ورشة ملح صغيرة. هبدأ كده اقلبهم كلهم في بعض، المكونات دي كلها في بعضها بالمضرب، وهبدأ بقى انزل بالمية كده واحدة واحدة بالراحة، مش هنزل بقى كلها مرة واحدة. انزل كده وابدأ اعجن بتاعت اخلط المية كده بالدقيق بتاعي. اهم حاجة ما ننزلش بالمية كلها مرة واحدة علشان العجينة ما تبص مننا. ودي كده السمك اللي انا وصلت له اهوت. نزلت عليها كده ب3 معالق زيت. ما شاء الله. تلمي الزيت ده عشان بس تلمي بيه العجينة بتاعتك زي ما انت شايفة كده. هي بيتزا سايلة فالعجينة بتاعتها بتبقى زي ما انت شايفاها كده، ما بتبقاش لا جامدة عن كده. انت بتعرفي تحدديها بالظبط كده بالمضرب او بالمعلقة بتاعتك. اهم حاجة ان احنا نلم العجينة كويس جدا بالزيت علشان الزيت ما يبقاش كده على وش العجينة، لازم الزيت يندمج كله في العجينة بتاعتنا. هغطيها بقى واسيبها كده لما اجهز الحشو بتاعي. في الوقت ده انا مولعة الفرن بتاعي علشان يسخن، مولعة على نار هادية. ده لانشون كده قطعته بغطا ازازة كده، عملته زي السلامي. ومعايا جبنة رومي مبشورة وجبنة موتزاريلا. فلفل اخضر كده قطعته حلقات. وده الصوص بتاع البيتزا. دي معلقة كبيرة صلصة طماطم، عليها 3 معالق كاتشب كبار، ونزلت عليهم بتوم باودر وبصل باودر، كل حاجة معلقة كبيرة. قلبتهم كده علشان صوص البيتزا بتاعي كده يكون جاهز. خلاص كده الصوص بتاعي جاهز معايا. عند الصينية بتاعتي دهنتها زيت كده ورشتها بالدقيق علشان البيتزا بتاعتي ما تلزقش فيها. ونزلت كده بالخليط بتاعي، هو بينزل لوحده ما شاء الله. نازله هي وبتتفرد برضو لوحدها، بتساعدها بحاجه بسيطه كده، بتهز بس الصينيه معاها وهي بتتفرد. اسهل بيتزا ممكن تعمليها في 10 دقايق بتكون جاهزه معاكي، وما بتاخدش وقت في الفرن برضو 10 دقايق وبتكون جاهزه على الاكل على طول، من غير بقى فرد وعجن وتعب. كده سهله جدا وسريعه. ابدا كده بميل الصينيه بتاعتي علشان البيتزا بتاعتي تتفرد فيها كلها اهي، العجينه بتتفرد كلها من غير اي حاجه، من غير معلقه ومن غير اي حاجه، هي بتتفرد لوحدها. حبيبتي لو وصلت معايا لحد هنا، اتمنى منك متابعه القناه وتعملي لي لايك وتعليق جميل منك يشجعني. هنزل كده بقى بالفرشه بتاعتي بالراحه خالص على وش البيتزا. طبعا دي بيتزا سايله فبيبقى بالراحه خالص بهدوء كده علشان نفرد بس صوص البيتزا عليها. الفرد يكون بهدوء كده بالراحه خالص. ابدا بقى اوزع الفلفل بتاعي، فلفل مقطعه حلقات، لو انت عندك فلفل الوان بيبقى جميل جدا. انا ما حطيتش زعتر في الصوص بتاع البيتزا علشان احنا مش بنحب.
خلاص كده خلصت فرد الفلفل بتاعي. هبدأ بقى كده ارش عليها رشتين جبنة رومي، بتديها طعم جميل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجبنة الرومي دي بتنقلها في حتة تانية خالص. أبدأ بقى كده أوزع اللانشون بتاعي على وش الصينية بالشكل ده، بالطريقة بقى اللي انت بتحبيها واللي انت عايزاها. فاضل كده كام واحدة برضو هنحطهم فيها، لان احنا هنعمل الصينية التانية ببواقي اللانشون اللي طلع من التقطيعة بتاعتنا ديت. مفيش حاجة بتترمي، الباقي هنعمل بيه صينية بيتزا تاني برضو. اجيب بقى الجبنة الموزاريلا بتاعتي وارشها كده على وش الصينية. اهم حاجة الجبنة دي تكون نوع كويس علشان تمط معاكي كده وتديك الشكل الجميل اللي الولاد بيحبوه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. كده خلاص خلصت الصينية بتاعتي. هبدأ بقى ادخلها الفرن كده. انا مولعة الفرن من تحت بس علشان الجبنة بتاعتي ما تتحرقش مني وتسيح كده على السخونية بتاعة الفرن. ما شاء الله لا قوة الا بالله، 5 دقايق والجبنة بتاعتي ساحت اهي على الوش زي ما انت شايفة، والصينية بتاعتي ما اخدتش اكتر من 10 دقايق في الفرن. طلعتها كده وده شكلها ما شاء الله مستوية وهشة وجميلة من جوه. كمان الجبنة بتاعتي ما شاء الله بتمط وشكلها جميلة هي. وديت كانت اسهل واسرع بيتزا ممكن تعمليها. دي الصينية التانية اللي قلتلك عليها حبيبتي، اللي عملتها بالبواقي الحتت اللي كانت طالعة من اللانشون. عملتها كده صينية مقاس 35 وعملت لها كوبايتين دقيق بس. ودي كانت وصفتنا النهاردة، سهلة وسريعة، عشوة سريعة جدا. أشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه.